السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الأيام، في العشر الأواخر من رمضان، يتحرى معظم المسلمون ليلة القدر، وليلة القدر ليلة عظيمة عظمها الله سبحانه وتعالى. نتأمل في سورة القدر في القرآن الكريم وننظر سورة عظمها الله قدرها فسماها سورة القدر. انظروا إلى مواضع السور تكون لمقاصد عظيمة من الله سبحانه وتعالى. قبلها سورة اقرأ، وهي أول سورة نزلت على محمد صلى الله عليه وسلم، وهي بداية رسالة الوحي. بدأت بأمر بأن يقرأ القرآن. ماذا سيقرأ؟ نتأمل هذه السور لنعرف رسالة الله إلينا في ليلة القدر. بعد سورة القدر تكون سورة البينة. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، رسول من الله يتلو صحفا مطهرة. تأملوا أن السورة التي قبل سورة القدر والتي بعدها تتحدثان عن القرآن الكريم. سورة البينة في الآية الثانية: رسول من الله يتلو صحفا مطهرة. أليس هذا إشارة إلى القرآن الكريم؟ ثم نتأمل سورة القدر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر. إنا أنزلناه، تعظيم القرآن الكريم الذي نسب الله سبحانه وتعالى تنزيله إلى نفسه. إنا أنزلناه بالضمير الذي يعود على السورة التي قبلها اقرأ. أنزلناه، ما هو الذي نزل؟ القرآن، ولم يذكره سبحانه وتعالى، فهو يعود على قبله. والأمر العظيم المعروف لا يحتاج إلى ذكره. سورة القدر 5 آيات، و3 آيات فيها يأتي ذكر ليلة القدر، وهذا الذكر في 3 مواضع على الترتيب دليل على التعظيم والتقدير لهذه الليلة المباركة. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. انتبهوا إلى 3 مواضع بالترتيب تذكر ليلة القدر، وهذا يدل على أنه لا بد من تعظيم هذه الليلة، ويكون بتعظيم أوامر الله، تعظيم الله سبحانه وتعالى، تعظيم القرآن. يقول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. من أعظم ما يتقرب به المؤمن في هذا الوقت هو تعظيم القرآن الكريم الذي ذكره الله سبحانه وتعالى قبل ليلة القدر أصلا، فقال: إنا أنزلناه، يقصد القرآن، ثم ذكر في ليلة القدر. تعظيم القرآن الكريم يكون بتلاوته، وتعظيمه يكون باتباع الأوامر والنواهي. القرآن عظيم في كلماته ورسالاته ومقاصده. التقرب إلى الله سبحانه وتعالى في ليلة القدر يكون في كل أبواب الخير، ليس فقط الصلاة والقيام، يكون يعني بالدعاء، الصدقة، صلة الرحم، ولكن السبق الأكبر وأعظم أمر يكون بأعمال القلوب وصفاتها
وإخلاص لله سبحانه وتعالى. لهذا قلنا تعظيم القرآن الكريم يكون من أعظم القربات في هذه الليلة. فليس الغاية في الإسلام من العبادات في شكلها فقط ولا في هيئاتها، وإن كان هذا جزء منها، ولكن الاهتمام بالمظهر دون المخبر لا يمكن أن يحقق المقصد الذي شرعت من أجله العبادة، والذي لأجله شرفت هذه الليلة. وهذه الليلة شرفت ليعود الإنسان بقلبه إلى ربه، ويخلص قلبه من الشوائب، وينقي نفسه من المعاصي. قد يتساوى شخصان في عمل واحد يقدمانه بين يدي الله سبحانه وتعالى، متساويان في المظهر والشكل والهيئة، ولكن يختلفان في منزلة القلوب التي لا يعلمها إلا الله. قد يقوم إنسان قيام الليل، وآخر يقوم بجانبه بنفس الركعات بنفس الإتقان، ولكن هذا أجره غير ذاك. لماذا؟ إنها أعمال القلوب التي لا يعلمها إلا الله، من تعظيم الله سبحانه وتعالى والافتقار إلى الله سبحانه وتعالى، الخضوع له والذل له والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بكل ما نستطيع من قوة. تعظيم الله سبحانه وتعالى والإقبال عليه بذل وخضوع وإخلاص وصدق، هذا الذي يصل به إلى أعلى الدرجات. فلا تنسوا أن تتحروا قلوبكم قبل تحري ليلة القدر. ووقفة أخرى مع ليلة القدر وما قاله أبي بكر الوراق، يقول: ليلة القدر سميت كذلك لأنه نزل فيها كتاب ذو قدر، نزل على لسان ملك ذو قدر، على أمة لها قدر. نقف قليلا مع هذه الكلمات. ليلة القدر عظمت لأن نزل فيها القرآن الكريم، وهو كتاب ذو قدر، نزل به جبريل عليه السلام، وهو ملك ذو قدر، على أمة لها قدر، أمة محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الأمة نعم لها قدر، ولكن يكون لهذه الأمة قدر بين الأمم إذا عادت لمنهج القرآن الكريم، إذا عادت وصححت علاقتها بالقرآن الكريم، بأن نعظم هذا القرآن الكريم في قلوبنا، تعظيمه باتباع كل ما أمر الله به، والابتعاد عن ما نهى عنه سبحانه وتعالى. تعظيم القرآن الكريم من تعظيم الله سبحانه وتعالى، فهو كلام الله. فلنتأمل ما حظ القرآن من أمة القرآن، وما حظ الفرد من ليلة القدر. ليلة القدر ليست فقط لتحقيق الأماني، بل أن تترك فينا أثر، أن تجعل في هذه الأمة أثر. نعم علينا الدعاء في هذه الليلة، ولكن علينا العمل لتحقيق هذا الدعاء. كم من ليالي قدر مرت على هذه الأمة ولم تغير في الأمة. لماذا؟ لأننا لم نصحح علاقتنا بالقرآن الكريم. نعم، فعندما نصحح علاقتنا بالقرآن الكريم باتباعه، بتعظيمه، والتدبر في كلماته ورسالاته، ستعود لهذه الأمة قدرها، ويكون لها قدر عظيم بين الأمم بإذن الله عندما نصحح هذه العلاقة. هذا القرآن كلام الله الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم، رسولنا وحبيبنا. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تتقبل منا صالح الأعمال. اللهم ارزقنا ووفقنا لقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. اللهم اجعلنا مباركين أينما كنا. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تغفر لنا وترحمنا. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تقودنا لمرضاتك.
اللهم ألهمنا رشدنا، اللهم ألهمنا رشدنا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم ألهمنا رشدنا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم ألهمنا رشدنا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم قنا شر أنفسنا، اللهم قنا شر أنفسنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك كريم عفو تحب العفو فاعف عنا. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين.